شعب الجنوب في الاعتصام المفتوح لأبناء محافظة إبين وأبناء الجنوب عامة، الذي هو يهدف إلى المطالبة للرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية في الإعلان بفك الارتباط وإعلان دولة الجنوب العربي وعاصمتها عدن. نحن اليوم في مخيم مخيم إعلان الاستقلال، وهو الاعتصام المفتوح لأبناء محافظة إبين. كل يوم هنا تتجدد وتتكاثر أعداد الجماهير في المطالبة للرئيس القائد عيدروس بإعلان فك الارتباط. نحن قدمنا قوافل من الشهداء منذ انطلاق الحراك الجنوبي في 2007 واليوم الحمد لله وصلت هذه الجماهير عند تقديمنا القوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين إلى أن تم تفويض الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وأصبح اليوم الحامل السياسي والمظلة لكل أبناء الجنوب، ونقول إن الجنوب لكل أبناء الجنوب. اليوم نحن على هدف واحد وخلف قيادتنا السياسية وخلف قواتنا الجنوبية المسلحة التي طهرت كامل أرض الجنوب من الاحتلال المتخلف الهمجي اليمني العفاشي الأصلاحي الحوثي. واليوم قواتنا مسيطرة على أرض الجنوب من باب المندب إلى المهرة. تبقى علينا فقط اللي هو مديرية مكيرياس، وإن شاء الله سوف تعود إلى أحضان الجنوب ونعلن دولة الجنوب ويا عيدروس دولة ودولة. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذة حبيبة عبد الله عبيد مقشة، مركز العصرة سندبار تبع مديرية سندبار، ناشطة وانتقالية وأستاذة في السنة. نحن جينا في ساحة الاعتصام نعبر عن إعلان دولة الجنوب المستقلة الجنوب العربي الذي قد ناضلنا وجاهدنا في هذه الثورة حتى نريد نعلن دولة الجنوب. إعلان خلاص ما فيش عاد وقت معانا، إعلان دولة الجنوب. نطلب من سيادة الرئيس عيدروس الزبيدي إعلان الدولة ولا عاد تأخير، لأن أولادنا وشبابنا في جبهات القتال وفي الميادين يقدموا أرواحهم ودمائهم فداء لهذا الجنوب، ونحن جنوبيين نشتي جنوب ونشتي جنوب، ولهذا نحن مطلب سريع ومطلب لا يتأخر، ولا في مناورات ولا في تأخيرات ولا في مساومات ولا مفاوضات. هذا مطلب شعب جنوبي، مطلب وطن، مطلب أرض، مطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في خيمة الاعتصام في مدينة سندبار مستمرون، وأبناء الدلتا يشاركون بشكل يومي وزخم كبير يوميا إن شاء الله. مستمرون حتى إعلان استعادة دولة الجنوب. وما نعيشه اليوم هو ثمرة تضحيات أبناء الجنوب من 2007 وثمرة تضحيات شهدائنا وجرحانا وأسرانا في سجون الاحتلال. وإن شاء الله نحن خلف قيادة الرئيس عيدروس الزبيدي حتى إعلان دولة الاستقلال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن في مخيم الجوار، اليوم الأسبوع الثالث، ونحن معتصمين نرسل رسالة إلى الدول الإقليمية والدول الكبرى بأننا معتصمون حتى النهاية إلى تحقيق مطلبنا وهو استقلال الجنوب. ثانيا نحيي قواتنا المسلحة التي قدمت تضحيات جسيمة في الوادي وفي حضرموت وفي المهرة، وأيضا نطلب منهم والقيادة السياسية تحرير مكيراس تنضم إلى حضن الوطن. بلدنا هذه لا يمكن التنازل عنها. واليوم نوجه رسالة لعيدروس الزبيدي إعلان دولة الجنوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في مخيم الاعتصام سندبار، تقريبا ما يقارب أكثر من 12 يوم في المخيم. أبناء بأن يطالبون القيادة السياسية بإعلان قيام الدولة الجنوبية المستقلة على حدود ما قبل مايو 1990. كما أننا نطالب المجتمع الدولي والإقليمي بسرعة الاعتراف بالجنوب كدولة مستقلة. طبعا لن نبارح هذا المكان حتى يتحقق مطلبنا، مطلب الشعب الجنوبي، وهو بإعلان دولة الجنوب المستقلة.